سوريا لا أمان في الأرض ولا أمان في السماء أيضا. في خامس حادث سقوط مروحية روسية قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان بعد أن كانوا عائدين إلى قاعدة حميميم الجوية قبل أن تفاجئهم نيران من الأرض في منطقة تل السلطان في ريف إدلب الشرقي، يرجح أنها لما يعرف بجيش الفتح. وبهذا يرتفع عدد القتلى الروس في سوريا إلى 19 قتيلا وسقوط 5 مروحيات وطائرة مقاتلة. كثافة القصف الجوي على المناطق السورية أجبرت المدنيين على إشعال الإطارات المطاطية. اليوم إن شاء الله يعني عم نعمل شغلة مشان إنه نبعد الطيران عن مدينة الأتارب. أول غارة وثاني غارة وثالث غارة ورابع غارة، شيء كتير. من 15 يوم وهلأ ما هدي الطيران عن منطقة الأتارب طاول. غير بعيد عن مكان سقوط المروحية تدور معارك طاحنة لفك الحصار عن الأحياء المحاصرة لمدينة حلب بعد أن تمكن النظام السوري من السيطرة على طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد لأحياء حلب. فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة. ما يعرف بجيش الفتح بعد أن فك ارتباطه بالقاعدة أعلن تكوين غرفة عمليات مشتركة مع بعض الفصائل المسلحة لبدء عملية عسكرية ضخمة لفك الحصار عن حلب. مصادر للمعارضة المسلحة تقول أن الفصائل أحرزت تقدما ملحوظا في ريف حلب الجنوبي وسيطرت على عدة مناطق، لكن النظام السوري ينفي ذلك. في هذا الوقت لا يزال أكثر من 250,000 مدني يعيشون تحت الحصار في حلب بعد رفضهم الخروج في الممرات الإنسانية التي أمنها الجيش السوري، وذلك لعدم ثقتهم في النظام. تقاتل في سوريا مئات الميليشيات إلى جانب الفصائل المسلحة البارزة. ما كان معمارا في سوريا أصبح أنقاضا، والشعب السوري أكبر الخاسرين.